السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج أدهم في الملاعب، والعودة المحلية لدوري نايل، دوري الإيجيبشيان ليج، بأهم اللقاءات في أهم جولة على الإطلاق بعد التوقف الدولي. فوز النادي الزمالك الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة، أداء ونتيجة تكاملا في الملعب. نادي الزمالك يرد على كل منتقديه. النادي الأهلي صدمة جديدة لجماهير النادي الأهلي بعد تغيير الجهاز الفني وبعد التوقف الدولي وبعد عماد النحاس مدير فني، وليد صلاح الدين وجهاز فني جديد. أساطير من النادي الأهلي كله توقع إن النادي الأهلي هيدوس بنزين ويركب الطيارة يا باشا وما يقعش تاني. صدمة جديدة لجماهير الأهلي، أحداث كتير جدا، وبيراميدز يفوز على أوكلاند سيتي بمباراة فاز بيها ب2 مليون دولار، 3-0 بيراميدز، وهيلاعب نادي اهلي جده في المباراه اللي جايه في كاس القارات اللي هو كان كاس العالم قديما. في حلقه دسمه عزيزي المشاهد هنتكلم في حاجات كتير جدا، كلام مهم جدا عن مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب وان هو هيمشي، ونادي الزمالك والاحداث اللي تطورت ونادي بيراميدز. فلو وصلك الفيديو كوبايه الشاي الجميل عزيزي المشاهد، واخبط اللايك الجميل وفعل جرس التنبيهات واعمل اشتراك للقناه عشان يوصل لك كل جديد اول باول. كان معكم ادهم شاهين في برنامج ادهم في الملاعب، فيلا بينا نبدا. مش عارف ابدا منين ولا منين، لان الاحداث كتير قوي قوي قوي. ابدا بالزمالك اللي فاز في مباراه امس وتصدر الدوري وركب الطياره وطار، وبقى 13 نقطه، فرق نقطتين عن النادي المصري اقرب منافسيه، وفاز على اقرب منافسيه في مباراه على صداره جدول الترتيب المصري. ولا ابدا من النادي الاهلي والصدمه والتخبطات الكتير، ولا ابدا من بيراميدز اللي ما لعبش الجوله السادسه في الاسبوع دوت وكان عنده مباراه مع اوكلاند سيتي. فمش عارف، خلينا نبدأ من النهاردة من آخر حاجة حاصلة اللي هي النادي الأهلي. النادي الأهلي اتعادل مع إنبي 1-1 في مباراة توقع العديد من جماهير النادي الأهلي ومن نجوم النادي الأهلي وكل من منتمي الى النادي الاهلي انه بعد التوقف الدولي وتغيير الجهاز الفني وريبيرو مشي وخلاص، عماد النحاس اللي جاب الدوري 6 لقاءات على التوالي فازهم الموسم اللي فات، خد بيهم الدوري، الكلام ده كله. وليد صلاح الدين كابتن كبير جدا، كل الناس الزملكاويه الاهلاويه كل مصر بتحبه، بقى مدير للكوره. فانت بتتكلم في خلاص عوده بقى وهيرجعوا وبتاع. وانا ما شفت التشكيل بصراحة هو تشكيل مثالي، ده التشكيل المثالي اللي اتلعب بيه النهاردة، ده التشكيل الاهلي المثالي. بس بدل ما امام عاشور من لسه راجع من الاصابة هيبقى اساسي بعد كده طبعا، بس ده تشكيل مثالي. ولعب ب4-2-3-1. انت بتتكلم في مصطفى العش وبيكهام قلوب الدفاع، وكوكا باك ليفت، ومحمد هاني باك رايت. خلاص خط الدفاع تمام، والشناوي خط النص باثنين، اليو ديانج ومروان عطيه، قدامهم بن رمضان، والناحيه اليمين زيزو معروفه، والناحيه الشمال تريزيجيه ومحمد شريف. ده التشكيل اللي كل اهلاوي كان يتمناه ايام ريبيرو. حلو حلو. بدأت بداية الشوط الأول ضغط والروح والحماس، والجماهير الأهلي تشكر، مساندينكم في كل حاجة. بس تعال عزيزي المشاهد قبل ما نتكلم في أحداث اللقاء أقول لك عن حاجة مهمة قوي. فتح مخك معايا وركز لي قوي في الحلقة دي عشان هنتكلم عن حاجات كتير. النادي الأهلي يقدم أسوأ بداية له في الدوري الممتاز عبر التاريخ. النادي الأهلي لأول مرة منذ بداية اتحاد الكرة المصري والدوري المصري يبدأ دي أسوأ بداية ليه. مركز ال15 جايب 7 اجوان ودخل فيه 6 اهداف. انت كل ماتش بيجي فيه جون، 6 اهداف. خط دفاع هش، وتاني اضعف خط دفاع بعد الكهرباء الاسماعيلية، متساوي مع فاركو والاسماعيلي وبس. فاركو والاسماعيلي هو تاني اوحش خط دفاع في الدوري. النادي الاهلي اللي لسه واخد الدوري 3 مواسم ورا بعض ومضجج بالنجوم والصفقات اللي انا بعتبرها صفقات كيديه وشو واعلام بس فقط لا غير، مش فنيه. بتتكلم ان النادي الاهلي
في 5 مباريات في 6 جولات في ماتش باي، لان بنظام الدوري الجديد 21 فريق والكلام ده. في 5 مباريات فاز 3، فاز قصدي مباراة واحدة، آسف، فاز مباراة واحدة وتعادل 3 وخسر مباراة. يعني فاز مباراة في 5 لقاءات، وهي مباراة فاركو الأسهل على الإطلاق أصلا. جت كده الماتش اتفتح معاهم لأن فاركو الدنيا سداح مداه. فاز مباراة واحدة وتعادل 3 وخسر المباراة اللي هي من بيراميدز، وكان هيخسر النهارده جون اوف سايد من انبي، وانبي ضربة جزاء. فانت بتتكلم ان من 5 لقاءات عزيزي المشاهد اللي هم المفروض يجيبوا 15 نقطة كاملة، انت خسران من 15 نقطة 9 نقاط. انت معاك 6 نقاط من 5 مباريات. مرء النادي الاهلي ممكن بالوضع ده، طالما الجهاز الفني في اول ماتش بدأ نفس القصة وتريزيجيه بيجيب جون ويروح يعمل هص لمين؟ لجماهير الاهلي ولا لمين؟ مفيش غيرهم في الملعب. بص لمين؟ عايز تقول ان احنا موجودين ورجعنا؟ عملت ايه يا باشا لما رايح تعمل هص لمين؟ انت لعيب كبير، تريزيجيه لعيب كبير. ما اعرفش هو من ساعه ضربه الجزاء بتاعت كاس العالم ماله في ايه في النادي الاهلي؟ في حاجه غلط. اول مره انا شخصيا اشوف على مر التاريخ، اول مره اشوف النادي الاهلي كده بامانه. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره اعلن من يومين انه لن يوجد اي نيه لترشحه لفتره جديده لرئاسه مجلس اداره النادي الاهلي، اللي الانتخابات هتبقى في شهر نوفمبر القادم، يعني شهر ونص تقريبا او شهرين. فهو اعلن ان هو مش هينزل الانتخابات، وفي حاجات كتيره جوه كواليس النادي الاهلي احنا ما نعرفهاش. صدمه لجماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده شوط اول سيطره، شوط تاني كله انبي، تراجع في مستوى اللاعبين، اللعيبه مش قادره تشيل رجليها، مفيش حماس، مفيش روح، مش عارفين النادي الاهلي اللعيبه فيه حاجه غلط جوه منظومه النادي الاهلي. فنيجي لمباراه الزمالك. الزمالك بقى عزيزي المشاهد يا اخي، الدنيا دي غريبة، وكرة القدم فعلا هي مش ثابتة. كرة القدم هي كرة متغيرة، مفيش قواعد فيها ثابتة. يعني على الورق وأرض الواقع لما تشوف التشكيل أو الانتقالات، نادي فلان وانتقالات نادي علان والصرف الكتير والنجوم الكتير، وعلى الورق وأرض الواقع هتقول من بعيد كده، والاستقرار الاداري والفني وكل الكلام ده من بعيد خلاص الفرقه دي هتروح. عكس ما تلاقي فريق عامل انتقالات عاديه، عنده تخبط اداري، عامل مشروع اسمه جون ادوارد، منظومه رياضيه كامله في نادي الزمالك، سيستم رياضي، تعاقد شركه، في حاجات غريبه اول مره نشوفها في الكره المصريه. فانت مستني في بداية الموسم، عندكش امل عزيزي المشاهد جماهير نادي الزمالك، انت يعني طموحك تبقى مركز تاني. خلينا نكون صراحة واقعيين، طموح كل جمهور الزملكاوي كان المركز التاني ان نبقى في افريقيا. فانت دخلت انت عزيزي المشاهد عكس النادي الاهلي المدجج بالنجوم والتوقعات كلها وهكذا. احنا عارفين ان كله كان بيقول ان النادي الاهلي هياكل الاخضر واليابس، والزمالك ساكتين، هيقولوا ايه؟ غلابه يا باشا، عايزين مركز تاني وخلاص والسلام مع بيراميدز والاهلي والفلوس والهيلمانات دي كلها. وراحوا جابوا جون ادوارد ماسك اللي هو منظومه الرياضي، منظومه رياضيه كامله في النادي الزمالك، كل ما يخص كره القدم هو جون ادوارد مدير رياضي، بس شركه منظومه اداري، يعني شركه بتدير كوره، بتدير ملف كرة القدم في النادي. فالشركة دي خلاص هم اللي في ايديهم صلاحية كرة القدم، طبعا بالتناسق مع مجلس الإدارة اكيد بيبلغوهم عايزين لاعب فلان، تمام الكلام ده كله. جابوا شوية صفقات، برازيلي وغاني وانجولي وفلسطيني ناس مش معروفة قوي، ناس مواهب واعدين. اخوان الفينا يا جماعه، بذره زي ما بيقولوا، بزيره، مندور او برازيلي وصامبا، الكره لازقه في رجليه زي ميسي. والله ما بباقي الكره لازقه في رجليه يا جماعه. الواد بيمشي في الملعب انا بيجي لي حاله غريبه،
تيكي تيكي، ولو قدامه واحد ما بيخافش عنده الجرأة، تعالى انا هخش، ما خدتش الكرة هاخد فاول، مش هتتقطع مني. برازيلي وقصير قد كده وماشي بذرة فعلا، ماشي يا باشا في الملعب سريع كعب وخوازيق، وبص كله زي ما تقول. فن من اللعيب اللي عنده حلول وبيعرف مهاري بمعنى صح، عنده موهبة في كرة القدم، والكرة بتحبه ومش أناني. الأوروبية اللي هي ما بنشوفهاش غير في أوروبا، أنا على ما أعتقد ما شفتش كرة زي اللي عملها دي، اللي هو دخل يعني هو جاي مصر كلها بتشوطها في البعيدة زي ما شيكابالا بيعمل أو تريزيجيه عند الأهلي. هو بس الثابته يعني عملها امبارح في الدقيقه بالراحه، فكرتني بلامين يامال لما جابها في كورتوا في ماتش ال5-1 على ما اعتقد بتاع برشلونه ريال مدريد، اللي راح كانها باصه في الجو، عملها امبارح. لا واد خطير. مش هقارن بموضوع زيزو والحاجات دي، بس والله بجد يعني ده هو، بص ده المثل فعلا، ان هو انت ربنا عوضك بحاجه احسن، ان هو النجم الاوحد عندك. الناحية التانية شيكو بنزا بيتمرقع وبيعمل، تعالى يا باشا استبعد قرار مدرب، نزل ادم قايد، مش لسه ما دخلش بدنيا جدا. امبارح احنا شفنا الزمالك افضل مباراة ليه على الاطلاق، مباراة جيم مفتوح من العيار الثقيل، كرة ما بتقفش راحة جاية كأنه ماتش رايح جاي، ومساحات وسرعات و1 2 3 وتكتيس على اعلى مستوى، اللي بتحبه في كرة القدم انت شفته امبارح، وجدل تحت حاجة يا باشا، عايز تقول زي ما تقول، ولا اروع من مثلثة ما بينه وما بين ناصر ماهر وعدي الدباغ امبارح، هيخليه تفتح معاه المكنة هتكر، عمل ثرو تاني، ولا اروع ولا اجمل من كده. اخوان الفينا دخل الكره لازقه في رجليه، هوب فقد الامل، والثلاثه عليه، لمح عمر جابر جاي من جنبه راح لامسها لمسه صغيره، والتاني عالمي جاي من ورا اسحي يا باشا، بص طياره جابوا له الواد الكيني ده ورا باك يمين، اللي عمر جابر دخل النهارده صاروخ، كانه لسه في العشرينات، كانه لسه ناشئ، خلص الكلام بوش رجله خارجي ولا اروع. التاني ودخلت خلاص ماتش، اداء عالمي، محمد اسماعيل بدأ بيه في الدفاع مكان الونش اللي جاي، ولا اروع محمد اسماعيل. بص ملامح شكل نادي الزمالك بدأ، الزمالك فايز 4، متعادل مباراة، خسران مباراة، ولا اجمل من كده. الاداء كان عليه اعتراض بقى، بص نادي الزمالك الاول بفرق 8 نقاط عن النادي الاهلي، النادي الاهلي اسف، ومنافسه المباشر المصري البورسعيدي 11 نقطة المركز الثاني، والمركز برصيد 10 نقاط، يعني فرق 3 نقاط فقط عن المركز الأول، وفرق النقطة واحدة عن المركز الثاني اللي هو وادي دجلة، اللي كانوا الناس بيقولوا وادي دجلة من أحلى أسلوب كرة قدم في الدوري، 4 إسماعيلية وهم كانوا متأخرين بهدف. فإن في حماس وفي روح وكله بيكسب، دوري ملامحه كده ان هو بتقول دوري غير، بس يا رب يبقى فيه عدالة من رابطة كرة الأندية المصرية، وتمشي كده زي ما هي ماشية زي أوروبا، ملتزمين بمواعيد
والدنيا تمشي وميبقاش فيه قرارات وانسحابات والحاجات اللي بنشوفها كل مرة. بصراحة لسه الملامح هتبان. عنده ماتش قدام الاسماعيلي مفروض على الورق في المتناول، بس كرة القدم مش ثابتة. ماتش قدام الجونة، والاهلي ماتش الاهلي فقد اي نقطة في الماتشين اللي جايين قدام سيراميكا وحرس الحدود، وبعد كده في الجولة التاسعة وديربي القاهرة نادي الزمالك والاهلي. بشكل كبير جدا ساعتها هنشوف الوضع وبيراميدز هيبقى عامل ازاي في المنافسه، لان بيراميدز ليه ماتش عزيزي المشاهد لما لعب مع اوكلاند سيتي النهارده، فليه ماتش وهو عنده هيبقى فرق نقطتين ما بينه وبين الزمالك. فساعه ماتش الديربي هنشوف مين، والملامح هتبقى باينه اكتر بعد الجولتين اللي هيجوا. نادي بيراميدز اتظلم في الحشد الجمهوري، ليه لازم نحييه. او انا من القلائل اللي هيحيوا نادي بيراميدز، ممكن يكون حد ما يعرفش ان بيراميدز النادي الاهلي لما بيلعب مع اوكلاند سيتي دوت في كاس القارات، كانت مصر كلها بيمثل مصر في كاس القارات، وكان كاس العالم ايا كان، كانوا الدوري كله بيتوقف عشان خاطر النادي الاهلي. ارجو زي ما بتعمل مع الفريق ده تعمل مع الفريق، ساعتها هنشوف احلى كوره في حاجه مشرفه. نادي بيراميدز مجلس الاداره لانه بيمثل مصر، نادي بيراميدز بره النهائي او نص النهائي على ما اعتقد هيلاعب. نتمنى كل التوفيق لنادي بيراميدز، خدوا 2 مليون ويعملوا حاجه كويسه ويقدروا يروحوا للنهائي اوروبا باريس، وتبقى حاجه مشرفه جدا. استنونا في حلقات كتيره قوي، احنا دخلنا خلاص في موسم الكوره ورجعنا. اتمنى منكم الدعم والاشتراك للقناه وتفعيل جرس التنبيهات، ولو في حاجه عندكم تقولوا لي في الكومنتات عشان نتناقش مع بعض. والسلام.